مع تشارميلا. عبد الوهاب اليعقوبي برلماني جزائري يعترف نعم سيدي ليك أمام الجزائريين بأن فرنسا هي التي تقرر بخصوص الطائرات والمطارات نتاع الجزائر. هي اللي كتقول هذه الطيارة تنزل، هذه الطيارة ما تنزلش. فرنسا غابن عمي بموجب اتفاقيتي. أنا جايكم نعاود لكم الخبيرة من إكس حتى زد، من حتى فين بغيتو. مشينا. عبد الوهاب اليعقوبي برلماني جزائري دار واحد اللقاء في انجلترا مع الجاليه الجزائريه، كيتصنت لنا يعني الشكاوى نتاعهم، شي حاجه زوينه مزيان الله يعاونهم. بعض الجزائريين اشتكوا من القضيه ديال شركه الطيران الجزائريه اير الجيري، هذيك الاثمنه والاسعار والخدمات وداك الشيء، يعني كيتشكاو حسن عوانهم. فاجابهم بما يلي، نسمعوا الفيديو. التعاون في النقل الجوي بين الجزائر وفرنسا يخضع لاتفاقيه ثنائيه أمضيت في شهر فبراير 2006، وهذه الاتفاقيه تسمح لفرنسا بأن هي تختار وشكون هما الشركات الجويه اللي تنزل في المطارات الجزائريه. اياها ابن عمي، قال لهم كاينه اتفاقيه بين الجزائر وفرنسا سنه 2006 بموجبها فرنسا هي التي تحدد الطائرات التي يجب أن تطير نحو مطارات الجزائر، يعني اللي تمشي للجزائر، الطيارات اللي غيمشيو للجزائر فرنسا هي اللي كتحددها. خطيرة جدا ابن عمي. شوف ابن عمي، دابا من بعد اش وقع، لأن من بعد سولوا واحد السيد، أنا من بعد نحط لكم الرابط باش تأكدوا نيش يعني، باش ما تقولوش داك الصوت ماشي هو هذاك ولا، لأن الصوت ضعيف شوية. قال له هادشي اللي كتقول واش مسموح ننشرو ولا واش شي حاجة سرية، لأن هادشي خطير اللي كتقول السي عبد الوهاب. فقال له السي عبد الوهاب، قال له هادشي موجود في الانترنت، يعني سير قلب وغتلقى الاتفاقية ديال 2006 بين الجزائر وفرنسا. قال له سير كتب أكور فرونكو الجيريان ابروبو دو سميتو عليه الترونسبور ايريان 2006، الاتفاقيه الفرنسيه الجزائريه بخصوص الطيران الجوي الموقعه سنه 2006 اللي كتعطي لفرنسا التحكم في كاع داك الشيء. يعني شحال هادي وحنا كنقولوها، المشكل ديالنا والمشكل ديال المغرب ماشي مع الجزائر ولا النظام الجزائري، المشكل مع فرنسا ابن عمي، لأن النظام الجزائري مستخدم هكا بهذا الحرف هذا لدى فرنسا، ماشي غير في هادشي ديال الطيارات، في كل شيء ما فيهاش نقاش. هذا غير الشنتيو اللي جبناه بالدليل وباعتراف رسمي من شخص داخل مؤسسة رسمية. ودومير قال لك سيدي طنجة، واسمع دابا دومير فين بغى يهرب، دابا بغى يقنع الجزائريين بأنه في طنجة، هاي عندنا هنايا في طنجة كاينه شي الارض باعوها المغاربه الامريكان في 1800 ولا 1901 ولا كذا، بموجبها فرنسا هذيك الارض دابا امريكيه. بن عمان ودومير خليك في الجزائر، خليك في الجزائر وقول لهم مثلا الموانئ شكون كيتحكم في القرارات نتاعها، قول لهم الخرائط نتاع الصرف الصحي. ادومير راه ملي كيوقع شي مشكل عندكم في قنوات الصرف الصحي، يعني في الرقارات تحت المدن الجزائريه، هذيك الخرائط ديال داك الرقارات كاينه في فرنسا غا بن عمي. الاحياء الفرنسيه اللي كاينه الان في الجزائر لا يستطيع اي جزائري الاقتراب منها من اجل اصلاحها الا بترخيص من فرنسا، والدليل انه احياء بكاملها في الجزائر آيلة للسقوط، بل ومنها من سقط. وشفنا داك الفيديو ديال داك الكارثه اللي كاينه في وهران.
تقدروا تقربوا نتوما كجزائريين لشي حيط؟ كل ما بني من طرف الفرنسيس خصو يبقى هكذاك. واذا كان شي تدخل خصو يكون بترخيص من فرنسا ادومير. يعني شادين لكم الحيوط، شادين لكم الشوارع، شادين لكم تحت الارض، حتى الروكارات شادهم فرنسا وحاكمهم فرنسا، والمطارات ها الاعتراف وصل، والموانئ والبترول والغاز. جاوب على هذا السؤال ادومير، جاوب على ما نشرته صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية حين قالت، يعني بخصوص تصريح ديال الرئيسة ديال إيطاليا هذيك سميتها ميلوني، جورجيا ميلوني، قالت لهم ما درنا الاتفاقية مع الجزائر بخصوص الغاز حتى أخذنا الموافقة نتاع فرنسا. وجاي دابا انت وشي وحدين اخرين كتشكروا، اجي بعدا بخصوص فرنسا. ماشي اليوم كاين شي ذكرى ديال استشهاد 45,000 شهيد جزائري الله يرحمهم؟ ماشي كنتو كتقولوا الشعب الجزائري خصنا نخرجوا باش نديروا مظاهرات تخليدا لهذه الذكرى؟ صدقتوا ورطوهم في المظاهره نتاع البارح، داك المهزله اللي درتو مع البوليزاريو. علاش كتضحكوا على الشعب نتاعكم؟ علاش؟ فين هي دابا هادشي ديال فرنسا والذكرى و45,000 شهيد و8 مايو؟ حتى واحد ما قدر يهضر، حتى واحد ما قدر يخرج يندد ويدير يجرم داك الجرائم ديال سميتو عليه ديال الاستعمار الفرنسي، ولا يندد بالتصريحات ديال ماكرون وعدم الرغبه ديالو ولا كاع ديال في الاعتذار ولا الاعتراف ولا الذاكره ولا ما قادرينش. وكتشكروا حنا حاكمين كدا. قال لك السي عبد المجيد، قال لك الاحداث في العالم لا تقع الا بالجزائر. وانت الطياره غا السي عبد المجيد، الطياره ما خصهاش تدخل تما الا ما عطاتكش الاوكي فرنسا. انت كتقول لي الاحداث في العالم. دابا روسيا مشات دخلت الاوكرانيا حتى عطاتك انت الاخبار. قال الاحداث الدوليه تحدث بالجزائر يعني.